فأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. من كان يريد أن يصبح عالما أو أن يصبح تاجرا أو أن يصبح صانعا أو مخترعا أو أن يصبح له بصمات في الكون، سواء في أمة الإسلام أو حتى أن ينتشر أثره إلى غير أمة الإسلام، ينبغي عليه أن يبذل وأن يصرف وقته فيما ينفع وأن يضع لنفسه خطة يسير عليها في حياته. تأملت في أحوال الناس فوجدت أن أكثر الناس إنتاجا هم أكثرهم شغلا. أما إذا رأيت الرجل يهيج به الفراغ هيجانا ويصحو في الصبح ولو تسأله ماذا عندك اليوم قال لك والله ما أدري. طيب أنت طالب علم، ماذا عندك اليوم؟ قال سأدخل إلى المكتبة وأقلب نظري في الكتب ثم أي كتاب يقع في يدي سأقرأ منه. طيب ماذا عندك في الأسبوع القادم؟ ماذا كان عندك في الأسبوع الماضي؟ لا تجد عنده خطة يسير عليها واضحة في حياته.